في ليلة في قرية في الصعيد الجواني، أفراح، زغاريد، وعريس وعروسة، وليلة دخلة مصرية بسيطة. وبعد ما النور مضلم والبيبان قفلت، الكل روح على بيته. فجأة صويت من بيت العريس. عايز تعرف ليه؟ لا يا عم، يا عم عيب، يا عم استغفر الله العظيم يا رب. هقولك، بس قبل ما أقولك أحب أقولك أنا مين. أنا عبد الرحمن وده مستر ليه. سؤالنا واحد، بنرجع الأسطورة لأصلها، وبعدين الدين والعلم يكملوا الحكاية. لو عجبتك الخلطة اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش في الجد. تعالى نرجع من المشهد لورا كده. وابو العريس ووالدته قاعدين معاه، وبيأمروه انه يذبح القطه لعروسته ويوريها العين الحمراء من اولها عشان يعرف يسوق البيت. وللاسف ده اللي بيحصل، وكانه داخل معركه مش علاقه جديده. الحكايه ابتدت من ايام الفراعنه، والقطه عندهم كان بترمز للقوه وشيء مقدس، وان اللي بيتعدى عليها او يذبحها كانه بيقول انا فوق القانون واقدر اعمل اي حاجه. طب دي القطه يا مستر ليه؟ طب والعين؟ استغفر ايه. صدقني يا صديقي لو كنت صبرت عليها ثواني كنت هقولك. العين بقى بترجع للعصر الجاهلي، لما الواحد فيهم كان بيغضب ويتعصب العروق بتطب في وشه، وعينه بتحمر كده كأنها هتفرقع وداخل على حرب. علم النفس يا صديقي بيقول إن أول انطباع عنك هو زي أول لقمة هتاكلها من إيد حماتك، يا إما هتعيش تطلب الوجبة دي يا هتقفل الباب تماما. الناس يا صديقي بتحترم الحدود اللي أنت بترسمها من البداية، بس الفرق بين الهيبة والتهور زي الفرق بين إنك تطفي لمبة وإنك تعمل قفلة في البيت كله. في الدين مفهوم إظهار القوة هو للردع، زي ما الآية بتقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني ببساطة مش إنك تخوف، ولكن تمنع اللي قدامك إن يتخطى حدوده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيبين الحزم في مواقف ويضحك في وش عدوه في مواقف تانية. يبقى السر في الميكس، إنك تقدر تعمل ده وده، بس بالعقل. ما تكسرش الشقة لما تتعصب. يعني يا مؤمن لا تذبح قطة ولا تبين العين الحمراء. الفكرة انك تظهر حدودك بالادب والاخلاق. يعني خلي قلبك زي قلب بني ادمين، عشان القطة الحقيقية يا صديقي ممكن تبقى انت لو انت لعبتها غلط. وفي النهاية يا صديقي، لو انت لسه مكمل معايا لحد هنا ادعمنا بلايك وتعليق في رأيك عن الحلقة. ولو عجبتك الحلقة شيرها، يمكن غيرك يستفيد ونقطع عادة دمرت بيوت ودمرت بني ادمين. ولو انت جديد وظهرلك الفيديو اشترك معانا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يعني معكم عبد الرحمن وهنا مستر ليه. سلام.